صباح الخير، كل سنة وانتم طيبين. دلوقتي بقينا في العشر الأواخر، ربنا يتقبل منا ويعيننا إن شاء الله ويبلغنا ليلة القدر. هنبدأ نعمل مع بعض بقى حلويات العيد، وهنبدأ أول حاجة بكحك العيد. عشان نعمل كحك العيد مظبوط هيبقى فيه شوية خطوات كده لازم نمشي عليها بالظبط، علشان نضمن إن الكحك يطلع معانا حلو ودايب زي ما احنا عايزين، والطريقة تبقى ناجحة. أنا النهاردة هعمل مقدار 2 كيلو بس، فمعايا طبعا 2 كيلو دقيق، ونراعي ان الدقيق يكون دقيق خاص بكحك العيد والحلويات بتاعة العيد علشان ما نبوظش المقادير التانية اللي معانا. معلقة كبيرة سكر بودرة، معلقة صغيرة خميرة، معايا هنا معلقة كبيرة ريحة الكحك، ورشة ملح صغيرة مناسبة لمقدار 2 كيلو. طبعا انت لو عايزة هتضاعفي الكمية يبقى تضاعفي المقادير وتحاولي تظبطيها بالظبط. هنقلب كل الكلام ده كده مع بعضه في الدقيق، وبعد كده هنروح نشوف المحلب. انا عندي شوية محلب هطحنهم الاول، احمصهم على النار وبعد كده اطحنهم. المحلب بيدي ريحة قوية جدا وجميلة جدا لكحك العيد. دلوقتي انا حمصته وطحنته، هو مش حمصته قوي يعني، يدوب كده خليته يشم النار. ضفت المحلب. دلوقتي انا هوزن السمنة اللي هستخدمها. نراعي ان كل كيلو دقيق بيتحط معاه 550 جرام سمنة، كل كيلو دقيق معاه 550 جرام سمنة. انا هوزن هنا في الاول 600 جرام. بالنسبة للطريقة بتاعتي اللي همشي بيها النهاردة، هي ان انا هسيح السمنة، مش هسخنها ومش هقدحها، يدوب بس هخليها تسيح على النار. الطريقة بتاعت قدح السمنة انها تسخن جدا ونقدحها، دي كانوا بيعملوها اهالينا زمان لما يعملوا كميات كبيرة قوي من الكحك، فقدح السمنة بيخلي الكحك يقعد مدة طويلة. لكن احنا هنا عاملين كمية صغيرة، فممكن نستخدمها على البارد، وممكن نعمل زي ما انا هعمل كده، بس ان انا اسيحها علشان اقدر ابسها في الدقيق بتاعي. انا دلوقتي هكمل وزن السمنة. المرة دي هوزنها 500 جرام، لاني انا وزنت هناك 600 جرام في المرة الاولى، يبقى كده المجموع كله على بعضه 1100 جرام، يعني كيلو 100 جرام سمنة على 2 كيلو دقيق. بعد ما وزنتها هاخدها واسيحها على النار زي ما قلت، مش هسخنها ولا اقدحها، هي بس يا دوب تسيح. انا هضيف معلقة بيكنج باودر، معلقة تقريبا معلقة صغيرة من البيكنج باودر، عشان بيخلي البيكنج باودر بيخلي الكعك خفيف، وتخلي الكعكية معاكي خفيفة مش مكتومة. ولو مش عايزة تضيفيه اوكي مفيش مشكلة، بس انا بقولك ان اضافته هتبقى احسن. السمسم انا جايباه سمسم عادي ابيض، هحطه في النص وهنزل عليه السمنة بتاعتي اللي هي سيحتها، وهبدأ عملية البس اللي هي اهم خطوة في الكحك بتاعنا علشان يطلع معاكي كحك دايب وناعم. اهم حاجة فيه اللي هي البس. هنشوف هنبسه ازاي مع بعض. انا هنا بضيف السمنة شوية شوية وهقلب ولغاية لما اخلص الكمية بتاعتي كلها. كنجوم الكون اليوم نسطع. أيوة احنا نجوم اليوم طبعا. أهلا بالعيد بقى من أهلا. أشياء لو باتت ظهرا لن يشبهها فرحاته أبدا. يا سيدي قهقهة للضحكات، جلجلة الأغنيات، زقزقة للعصفور، طبطبة حتى تدق طهور، فرفش على الناس بتبان، لعلع أنوار وألوان. هنا انا ضفت السمنة كلها، والازازة الصغيرة دي فيها ريحة السمنة البلدي، نشتريها من عند العطار او من محلات خامات الحلويات.
بتدي ريحة حلوة جدا للكعك. لو انتي عاملاه بسمنة عادية الازازة الصغيرة دي هتخلي ريحته كأنه معمول فعلا بالسمنة البلدي. ده كمان طعمه هيبقى جميل جدا. هنقلب كل الكلام ده مع بعضه. دلوقتي هبدأ ان انا ابس بايدي الكعك، وانا بعمل طريقة كده علشان اضمن ان كل الدقيق شرب بالسمنة، وان كل الدقيق اتبس فعلا كويس معايا. ان انا هجيب كل الكمية على جنب واحد، وابدأ اخد منها جزء جزء وابس فيه واحطه على الجنب التاني اللي قصاده، علشان اضمن ان انا بسيت كل شوية دقيق موجودة عندي في المقدار بتاعي. فرفش عالناس بتبان لعلع انوار والوان دندشه لبس وحركات فرقع لعبها زي ما قلت قبل كده، اهم حاجة خطوة البس. لو عايزة كعك ناجح ودايب وناعم يبقى لازم تهتمي وتبسيه كويس جدا وما تزهقيش بسرعة. وكمان لو الكعك بتاعك عايزاه يطلع مظبوط هنمشي مع المقدار بتاعي ده بالظبط، واضمن لك ان شاء الله انك هتعملي كعك رائع من اول مرة، حتى لو كنتي اول مرة لسه بتعملي كعك. هل قلت لتوك عيد العيد اليوم هو عيدي أتزين يلبسني جديدي سأقول للشمس اضطربي وزدينا دفئا ونزيدي فالعيد اليوم هو عيدي. انا هنا دلوقتي زي ما قلت لك انا هجيبه كله على جنب واحد، وابدا اخد منه شويه شويه وابسهم عشان اضمن انه الكحك كله فعلا اتبس، واضمن ان هو هيبقى ان شاء الله ناعم ودايب زي ما انا عايزه. كنجوم الكون اليوم نسطع أيوة احنا نجوم اليوم بعد ما خلصنا بس الدقيق هنبدا دلوقتي عمليه العجن. هنلم العجينه دي بميه دافيه. لكل كيلو دقيق 200 ملي ميه دافيه. يعني انا هنا استخدمت حوالي 400 ملي ميه. طيب انت دلوقتي ممكن الدقيق بتاعك يكون من النوع اللي بيشرب سوائل وبيبقى بيحتاج ميه اكتر. ده هتعرفيه ازاي؟ بعد ما تحطي ال 400 ملي بتوعك اللي هتحطيهم على ال 2 كيلو، هنعمل اختبار صغير كده. هناخد حتة عجينة ونحاول ان احنا نشكلها ونبططها بايدينا كده. لو من على الجناب اتشققت يبقى هي لسه محتاجة مية. لو خلاص ما اتشققتش وطلعت حلوة وناعمة وجميلة يبقى خلاص تمام كده. هتوقفي المية وهتحاولي تلمي العجينة وخلاص كده. انا هنا زي ما قلت لك احتاجت حوالي 400 ملي مية. طبعا واحنا بنلم العجينة ما بنعجنش. الكعك ما بيتعجنش، احنا بنلمه كده بصوابعنا وندوره يمين شمال كأني ما بعرفش اعجن يعني. علشان ما يعضمش معايا. يبقى احنا هنلمه لم كده لغاية لما السوائل تختفي ويتشربها كلها وبس. بعد ما نخلص كل ده هنعمل اختبار برضو للكعك. دايما حاولي انك لما تيجي تعملي حاجة سواء كعك او بسكوت او بيتيفور علشان ما تخسريش المقدار بتاعك كله، تولعي الفرن وتجربي في واحدتين كده من اي حاجة انت بتعمليها. لو طلعت ناجحة وتمام يبقى نكمل. فيها مشكلة نقدر ان احنا نلحقها بدل ما نخسر المقدار بتاعنا كله. في ناس بتحب تلم عجينة الكعك بلبن مش بمية، على اساس ان هي دي افضل واحسن. بالنسبة للموضوع ده المية ما تخليش الكعكة معاكي تقيلة ومكتومة. اللبن ممكن يخليها تقيلة ومكتومة لو انتي مراعيتيش الكلام ده في تسوية الكعك في الفرن، لان اللي باللبن محتاج تسوية مخصوص كده وطريقة خاصة ليه. لكن افضل حاجة في لم الكعك المية. لكن لو مش محتاجة او يعني عايزة تدخلي لبن يبقى حطي الاتنين مع بعض، اعملي ميكس ما بين المية وما بين اللبن، نص مية ونص لبن. ولكن نصيحة هي بالمية افضل حاجة بالنسبة للكعك. دلوقتي انا هختبر العجينة بتاعتي واشوف هل هي محتاجة مية تاني ولا لا، ولا كده خلاص. انا معايا العجينة الحمد لله طلعت مظبوطة من اول مرة وما اتشققتش من على الجناب ولا اي حاجة. يبقى انا كده مش محتاجة ان انا ازود مية تاني. أيوة احنا نجوم اليوم أهلا بالعيد بقى أشياء لو باتت ظهرا لن يشبهها فرحات
جلجلة الأغنيات زقزقة للعصفور طبطبة حتى تدق طهور فرفش عالناس بتبان لعلع أنوار وألوان دندشة لبس وحركات فرقع. انا هغطي الكعك 10 دقايق لغايه ما اجهز الصاجات بتاعتي والمنقاش والحاجات اللي انا هشكل بيها. لان الكعك ما بيخمرش، ما نسيبش الكعك يخمر لا قبل التشكيل ولا بعد التشكيل. احنا بمجرد ما نخلص اخر صاج في التشكيل الكعك هنكون مولعين الفرن يسخن ونبدا ان احنا نسوي الكعك بتاعنا، لكن الكعك ما بيخمرش. انا هنا بوريك الحاجات اللي هستخدمها. انا جايبه القوالب العاديه والمنقاش والبصمه اللي هي البصامه دي. بس افضل حاجه تشتغلي فيها في الكعك او بالنسبه لي يعني المنقاش والبصامه. قوالب الكعك بحس ان هي بتخلي الكعكه مكتومه، لما باجي بضغطها جوه القالب وبعد كده اطلعها بتفضل الكعكايه مكتومه. فانا بجيبه بس كده علشان افرح البنات وهم شغالين معايا كام واحده بيه، لكن في الاساس هو بالمنقاش وبالبصامه اللي معايا دي. والبصامه دي جميله جدا وسهله جدا لاي حد ما بيعرفش يعمل اي حاجه او مبتدئ في عمليه الكعك، ما بيعرفش ينقش، ما بيعرفش يشكل. البصامه بتدي نتيجه هايله وسهله جدا جدا. طبعا انا كنت مولعه الفرن يسخن وفعلا سويت 3 وحدات عشان اختبرهم. الحمد لله طلعت النتيجه حلوه جدا وطلع الكعك مظبوط، وهبدا ان انا اشتغل بقيه الكميه كلها واشكلها. هتاخدي قطعة صغيرة وتشكليها ما بين ايديك كده زي ما انت شايفة، وبعد كده هتستخدمي الوسيلة اللي انت هتعملي بيها بقى سواء بصامة او منقاش، وتفضلي تشتغلي الكمية بتاعتك كلها. الصاج انا مش بدهنه حاجة لان الكعك طبعا كله سمنة، فمش محتاجين ان احنا ندهن الصاج بتاعنا باي حاجة. هنشكل الكمية كلها زي ما قلنا، وبعد كده هنبدأ نولع الفرن مع اخر صاج ونبدأ نخبز الكعك بتاعنا. الأمة العربية أجمع بالفرحة عيون لها تلمع فالعيد يعيد لنا الضحكة كنجوم الكون اليوم نسطع. أيوة احنا نجوم اليوم طبعا أهلا بالعيد بقى أشياء لو باتت ظهرا لن يشبهها فرحاته أبدا يا سيدي قهقهة للضحكات جلجلة الأغنيات زقزقة للعصفور طبطبة حتى تدق طهور فرفش عالناس بتبان لعلع أنوار وألوان دندشة لبس وحركات فرقع لعبة يا دنيا. قهقهة للضحكات جلجلة الأغنيات زقزقة للعصفور طبطبة حتى تدق طبول فرفش عالناس بتبان لعلى أنوار والوان دندشة لبس وحركات فرقع لعبة هدايا عاديات. فهمتي حاجة ولا عيد؟ هل قلت لتوك عيد؟ أتدري للفرحة كم صوت؟ هي الفرحة لها صوت طبعا. طب احنا لو ما عندناش لا بصامة ولا منقاش ولا قوالب كعك هنعمل ايه؟ هنستخدم اي حاجة متوفرة عندنا. هنا انا بعمل بالشوكة، بوريك ازاي تدي برضو نقشة جميلة جدا وحلوة وسهلة، يعني مفيش حاجة هتوقفك. قهقهة للضحكات جلجلة الأغنيات زقزقة للعصفور طبطبة حتى تدق طبول فرفش عالناس بتبان لعلع أنوار وألوان. اوريكي برضو حاجة تانية برضو ممكن استخدمها. انا عندي غطا علبة بلاستيك طبعا ليه شكل كده، انا هستخدمه برضو، هيديني كعكاية تبقى عاملة زي شكل الصدفة بالظبط. فانتي نفس الحاجات دي عندك حاجات شبه كده ممكن تستخدميها في التشكيل، مفيش اي مشكلة. أتزين يلبسني جديدي سأقول للشمس اضطربي وزدينا دفئا هنا زيدي فالعيد اليوم. كده احنا خلصنا اول صاج من الكعك، هنبدأ بقى نشكل بقية الكمية وارجع لكم ساعة التسوية.
كده انا خلصت الكميه كلها وشكلت الكعك بتاعي كله. ال2 كيلو عملوا معايا 4 صاجات من الصاجات اللي احنا شايفينها. نلاحظ ان النقشه بتاعه البصامه اللي قلت لكم عليها احلى نقشه تقريبا فيهم، ومديه شكل حلو جدا للكعك. وده بيبقى حلو قوي لما يطلع من الفرن بعد التسويه وترش عليه السكر. النقشه دي بتخلي الكعكيه محتفظه بالسكر، السكر بيبقى الماسك فيها يعني. انا كده هبدأ اخبز الكعك بتاعي على درجة حرارة 180 درجة في الشبكة اللي تحت الاول، وبعد كده اطلعها في النص لما تاخد لون من تحت. وطبعا احنا عارفين الكعك ما بيلونش من فوق، يعني بيبقى لونه اوف وايت كده، ما بيبقاش محمر ولا حاجة. طب انا هنا عاملة الكعك كله سادة، انا ما حشيتش الكعك بتاعي لا ملبن ولا عجوة ولا اي حاجة. طب انتي لو هتعملي الكعك بتاعك محشي، لو حشيتي الكعكية، الكعك اللي بتحشيه بيبقى بياخد في التسوية وقت مختلف عن الكعك السادة. يعني اولا بتبقى درجة حرارة الفرن على 160 درجة، وهياخد حوالي مثلا 5 دقايق او 7 دقايق زيادة عن الكعك السادة، لان المحشي هياخد تسوية مختلفة شوية، فعشان كده هنحطه على درجة حرارة 160. لكن لو سادة زي اللي معانا يبقى هيتحط على درجة حرارة 180 درجة. هنا الكعك بعد ما طلع من الفرن زي ما احنا شايفين اللون بتاعه مش محمر، ولكن هو محمر من تحت، اخد لون يعني ذهبي خفيف كده. هنلاحظ ان الكعكة طالعة محتفظة بالنقشة بتاعتها بالظبط، وده دليل على نجاح عجينة الكعك بتاعك، لان لو النقشة بتاعتك طلعت بعد ما الخبز طلعت رايحة ممسوحة يبقى في حاجة غلط في المقدار بتاعك والكعكة هتبقى مش مظبوطة. لكن دي زي ما هي الحمد لله وطلعت حلوة جدا. انا هنا هرش عليه، طبعا سبته يبرد شوية وبعد كده هبدأ ارش عليه السكر البودرة قبل ما اشيله. حابة تشيليه سادة وتحطي السكر ساعة التقديم مفيش مشكلة، انا بحب اشيله بالسكر بتاعه جاهز، او نص الكمية بشيلها محطوط لها السكر والنص التاني بسيبه متشال سادة. طب اخزن الكعك بتاعي ازاي؟ هحطه في حاجة تكون صفيح او ألمونيا. لو ما عنديش وعندي بلاستيك بس هغلف البلاستيك دوا بفويل، وبعد كده ابدأ اشيل الكعك بتاعي فيه. اتمنى ان الطريقة تكون عجبتكم والخطوات تكون واضحة، ولو في اي استفسار ممكن تبعتولي في الكومنتس وانا ان شاء الله هرد عليكم. وكل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم، وربنا يتقبل منا بإذن الله صالح الأعمال.